تاكسيستية في تونس عندهم برشا مشاكل، يحبوا يزيدوا في حق التاكسي، قطاع ياسر مهمش وامورهم تعبة، لازم السلطات تتلفت لهم، ما حاجة بركة قبل السلطات ما تتلفت لهم. جوست حاب نعلق على حاجة، تو سامحني لحظة، انت اذا كان كتاكسيست مثلا تحب تزيد يعني في سوم التعريفة يا اخي ما تشبعش، يعني باش تحكي لي اموري تعبة وليزينغ وصغار ومدرسة وليسي وفاك وما نعرفش انا شنو، وانت في نفس الوقت فهمتني ساب لابليكاسيون بولت واللي يجيك باش يركب تقولوا ليه راك ماكش في ثنيتي، ولا تنحي البلاكة من فوق، ولا تبدا ملانسي انت ديجا الكونتور يمشي تبدا تحوس وحدك والتاكسي فارغه، ولا تلقى انت مراه كبيره تحب تركب ولا رجل كبير فبتتعدى وكاني ما فما حتى شيء، ليه وهذا الكل يعني تجلغ مع المواطنين ومش عاجبك وتحب تزيد في التعريفه. سامحني بالك احنا مكتوب على جبهتنا يعني احنا بهايم ما نعرفوش ولا ما ندروش ولا مش عارف انا شنو، يا اخي انت تحب تجيب عيشه الاوروب، اصلا حتى في الاوروب كي يخدموا باللوبير ما يخدموش كيما هكا، اللي هي لوبير معناها اي واحد عنده وسيله نقل، بون مش الوسائل الكل نحكي بيان سور، اما نحكي لك وسيله نقل من نوع سياره ما نعرفش انا كرهبه سبور فاميليال اللي هو ينجم يلانسي لوبير ويبدا يتمصرف على روحه، انتم ماهيش عاجبتكم خدمه لوبير وعاملين فهمتني ما نعرفش انا شنو في جروب اتحاد التاكسيستيه ومانيش عارف انا ومدخلين الامور بعض وديما تبكوا تتشكوا، يعني انت جي تاكسيستي خويا يشوف في عباد كليونات هكاك فهمتني في ثنيه تعدى كاني ما فما حتى شيء، يا اخي انت ما خممتش واحده من عائلتك نهار اخر تبدا حابسه في وسط ثنيه في الظلمه ولا في الصباح بكري تبدا ظلام، معناها تعدى تاكسيستي نورمال هكاك، معناها انت لهنا ما خممتش في العباد اللي تحبهم، جست خممت انت في جيبك وديما تتبكى وكربتي على ليزينغ وما نعرفش انا شنو ما نعرفش انا شنو، كي انت تتبكى وتتشكى برا خويا يخدم قهوجي وسيبنا ساعه برا بيع التاكسي حل قهوه ولا حل اي مشروع روضه ولا حل شانتي ولا امورك، ولا معناها زعام كان في سبين العباد وزعام كان تجلغوا مع المواطنين يعني مش عاجبكم حتى شيء، كيما الطفله هذه مثلا مهبطه تاكسي الصباح 6:30 في حدائق المنزه وقف انا حليت الباب هو قال لي وين ماشي قلت له المنار دو، قال لي تو هذه حكايه والسياق خرج لين الباب تنطر من يدي زعما طيح، معناها باش يوريك قله التربيه، وكان الاتحاد تاع التاكسيستيه باش يبدا يعمل لي في الافلام وما نعرفش انا شنو وانت شكونك وكذا، انا ما شكونيش خويا العباد تعرفني جوي بيه بريمو سوغوندو، كان مش عاجبتكم عادي باش نهبط كل شيء يعني بالمكشوف فهمت تو لا اله الا الله محمد رسول الله حاسيلو ما عليناش بالله برجوليه الاولاد بيناتنا حتى هي الطفله غالطه يعني علاش توقف فيه هو مش في ثنيته، معناها بوتياج ودنيا تو هكا تو ليه معناها تحب تخلصيه شويه نورمالمون يلانسي بولت تركبيه وتعطيه برشا فلوس وتزيد تهبطي وتعطيه برشا فلوس وتبوسيه من الراس وتتعدي كان فما شيء يا خويا باش يرضاو علينا نهار طول هما يبكوا يتشك، ولا عندك واحد اخر باش يلانسي كورسه من بولت معناها تاكسي من الجبل الاحمر المدينه الجديده في تاكسي معناها باش تكلف تقريبا 12 دينار، شوف بولت انت قداش باش تعطيه؟ عطيته السيد 23,000 صديقي يا اخي ماشي من الجبل الاحمر المدينه المنوره مش المدينه الجديده ذي يبالك باش تهز الرومبوا ياسر يا بنتي، ما عندك واحد اخرى زاد خرجت الحومه ما لقاتش تاكسي عادي كلمها السيد قال لها وينك تحسوا السيد يعني مصوحبها فهمني يعرفها من قبل، قالت له سامحني انت وينك بالضبط تو نوصف لك، قال لي ايه قول لي انت وينك تو نقول لك انا وين معناها ولينا نلعبوا احنا تو، قالت له سامحني اما كل شيء واضح في المابس راه، قال باهي انا وين الجامع ايه في بالي بيك الرفيق في المابس انا قدام شويه على اليمين كما محطوط لك في الابليكاسيون، يعني شنو يعني الطفله تستناها باش تجيك ما عادش انت باش تمشي لها سامحني عاد كان هكا حل بيرو وانت في المروج الكليون يجيك البيرو نتاع المروج يقول لك راني اليوم باش نمشي لكذا تك ابعث وانت التاكسيستي واحد اخر اعمل سيريه نتاع تاكسيات وهز خويا وين ماشي فهمت، عندك طفله خويا مينور تصور انت التاكسي يعني يهز في يده باش يضربها بكف معناها مينور يا خويا، اسمعني مش باش نحكي حتى شيء تفرج صاحبي في الفيديو وانت يحكم واحد. معناها انت باش تحكي لي تقول لي راهي صغيره وباس قالت له كلمه وما نعرف شنو اي صغيره يكون منك انت لا اقل صغيره اعرف كيفاش تحكي مع الكليونات نتاعك صغيره شو مش متربيه ولا معناها استغفر ربي، ساعات نحس اللي انا نسكن في دوله كافره مانيش عارف انا معناها فما اسلام بالفارغ هكاك، ما عندك واحده اخويا زاد هبطت فاز طلعت مع تاكسي كي جاني طلب مني نطلع بحذاه وبالطبيعه كرفت طلعني وما عادش عاجبه شيء وبدا يدبولد علي يعني جايبها كومسي كي عامل لحيه ومتدين وعاملهم الكل فهمتني ويحكي بالكلام الزايد وماهوش عاجبه، شوف كيفاش انت يحكي تمشي 5300 امشي خلينا نمشي على روحي يمشي انت تعملي عمله مريك اللي عندك اعمليه اللي في مخك ريت اللي في مخك اعمليه مريك اوكي على الاخر انت عمل قبلك وما نجم حتى واحد يعمل حكايه تمشي انت طلعت واش نعمل لك وخراولي اوكي تعالوا نشوفوا مثلا خراولي فيه ولا خراولي فيه
هذا يعني عامل لحية ويعرف معناها ربي بيصلي وكذا، مع احترامات اللي عاملين اللحية، يعني الغلطة منهم هم مش من العباد اللي تعمل في اللحية على خاطر معناها سنة وكذا، والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، صلوا على النبي يا جماعة. يعني هذا ماذا بيكم ابعدوا عليهم كان نوع هذا، فهمت؟ والباهي والخايب راهو في كل بلاصة، مش معناها واحد راهو عامل لحية معناها راهو خايب، اما ذي جست عينه وكهو. شوف يعني انت كيفاش يحكي معاه. وهي فما حاجة أخرى بالنسبة للعباد اللي تلانسي في دوموند متاع بولت ولا ان درايف ولا اللي هو، وبعديك ما يعجبش السوم كي تكنسل، عنده الحق كمواطن يكنسل. شنو يا خويا انا ماشي فهمتني من الجبل الاحمر باش نمشي للمدينه الجديده تطلب علي 23 ولا 27 الف نتاع شنيا، يجي يا خويا ان درايف ولا بولت ولا اللي هو يعمل يور اكونت از بلوكت، معناها بلوكيو له الكونت نتاعو باش ما عادش السيد يدخل يعدي دوموند نتاعو، معناها بكل صح رقعه كيك. جوست انا شباب المعلومه اللي حاب نوصلها، لازمنا نشوفوا حل في الحكايه هذه، ولازمك السلطات التونسيه فهمتني تسمع وتشوف وتمنعها كابليكاسيون، والا تحطها تخليها مي بصوم رمزي. صوم رمزي مش معناها بلاش بيان سور، اما عباره كرسي عاديه. بار اكزومبل نقولوا احنا مثلا باب عليه والمرور باش تكلف 5000 6000 7000 يا خويا زيدك الدينار زي 8000 وهيا بينا. علاش خويا 30000 اخي ماشي للجندوبه انا ولا ضربها للسرس ليه زيد هذا الكل فهمتني، زيد يحكي معاك بجلغه فهمتني مش عاجبه وتلانسي انت دوموند بتاعك اركب معاه تو دوموند سامحني 27000 تجي انت خويا باش تركب تاك يقول لك ليه الباجاج زيد عليها 2000 نتاع شنيا يا هذا يا محمد الخامس 2000 نتاع شنيا، معناها انت عامل ماكينه نتاع قهوه في وسط التاكسي تعصر له قهوه تعطيه له القهوه هذيك واشرب وعطيه كود بي فيه وجايب له شيشه ويمروح بالك هو راكب في مرسيدس واللي هو اصلا راكب في بولو 5 مزوت ريحتها تضحي بالمزوت واللي عجالي مقولبين كلها كرهبه ترعش بكل عباره تحسها باش تتفرك، وكمل هو ريحته خايبه وتلقاه عامله كالفوطه تبدا الفوطه كحله من الوسخ والعرق. اما جوست حاجه بركه حسيبهم ربي الجماعه هذوما الكل، وذي ناس تكبرت على النعمه. والله اقسم بالله سمعت حكايه على تاكسيستي ما شاء الله عليه، تاكسيستي يخدم في بولت صحيح، فما طفله تلزت باش تاخذ تاكسي وهي تبكي وحالتها حليله ومعناها تعلطت بظرف خايب فما جي هو خويا اللي حبكم سي واساها شوي من بار مشيت حكيتك 500 متر فهمت حتى كي هبطت باش تخلص ولا لا من غير ما تخلص. فما ناس راهي تخدم في بولت ما شاء الله عليها، يا ما بعد يجيك واحد فهمتني كوم سي جايبها ما نعرفش انا شنو ما عندوش والجميليه عطاشه وحالته متعبه وعنده صغار وكذا. اي تفكرت حاجه، شوف انت التسول وين وصلت، ركب مع تاكسيستي يبدا يحكي بالتليفون وانا ما عنديش وانا ونروح وما فماش عشاء، ولا يبدا يحكي مع الكليون كيك معناه باش يسخف الكليون مدلو اكثر فلوس هكا. يعني تموهوا في العباد انتم حاسيلو. كان انت ربي يعطاك خبزه اعرف فاش تستغل الخبزه هذيك. بار اكزومبل انا خويا كان عندي كونتينيو فهمتني خايب كلام زايد كذا نحيت انا الكلام الزايد هذاك فهمتني خاطر ربي انا عاطيني نعمه نحب وانا يبارك لي فيها باش انا نعيش حياتي نورمال كايها الناس، معناها نجري على الرضا نتاع ربي بابا وامي من الاخر. معناها تجي خبزتك تخدمها بالحرام وتدز في ما عنديش عاد كان هكا يبرا تسول خويا بيعها التاكسي واشري دار ماك ترغي انت على كريه برا بيعها واشري دار كريها وبرا تصرف يعني حل مشروع اخر ولا كري رخصتك ولا تصرف ركح امورك. يعني ماهيش صعيبه برشا الحكايه فهمت. وبرا خويا يمشي يطلب فهمتني في محطه برشلونه ولا محطه باب عليوه ولا المنصف بي وانو دز في هانو فاهم تحاسيلو شباب. ابروبو خويا تعاضديه نتاع التاكسيستيه كان ما عجبهمش الفيديو واخذين موقف وعاملينهم اصحاح باز باش يوصل لهم الشيء هذا. كتر شباب بارتاجيو الموضوع هذا في الجروبات نتاعهم في الباجات نتاعهم خل توصل لهم، فما تخلي واحد منهم يبرر موقفه. وكان خويا ماخذين الموقف فهمتني بدون حكمه وما يعرفوش يحكي ويسبوا كذا رانينا باش نهبط كل شيء بالسيريات نتاع الكراب بالوجوه نتاع العقول. تعرفش كيفاش هو لما حال حرام انك تشهر بالعبد الخايبه استغفر الله العلي العظيم ولا اله الا الله محمد رسول الله. تعرفش كيفاش خويا اموركم راني انا وصلت صوتي وصلت صوت عباد امورك برو ركحوا اموركم بينكم وبين ربي. انا ما عادش نوجع راسي برشا حاسيلو شباب كيما ديما. كان عجبتكم الفازه هنا موجودين محلنا مع بعضنا، واللي ما عجبتوش فما بطبيعتك تعرف اش تعمل يعني يخرج من الشام. السلام عليكم وبرا الله لا يقابلني بك مره اخرى ولا الله لا يوري الكونتينيو نتاعي اللي كنتي مره اخرى. والسلام عليكم. وجوست حاجه بركه صليوا على النبي مره اخرى شباب راهو في ميزان حسناتكم هذا شيء.